الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم وأرحب بكم معنا في هذا اللقاء، في هذا العدد الجديد من برنامجكم اليومي هلا سألوا. وأسعد في بداية هذا اللقاء باستضافة صاحب الفضيلة الدكتور الأستاذ سعيد بويزري. مرحبا فضيل الدكتور، أهلا وسهلا، حياك الله. نحييك ونرحب بك معنا، ونسعد بتواصل إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية للاستماع إلى الأسئلة، الاستفسارات والانشغالات، ومن ثم الإجابة عليها بحول الله وقوته، دائما على الأرقام التي هي تحت تصرفكم وخدمتكم: 021 39 42 42 أو 021 39 43 43، ودائما بعد بيان موضوع اللقاء. وتواصوا بالمرحمة. لقد مدح الله عز وجل المتواصين بالمرحمة، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وسنة التواصي سنة إلهية نبوية، فلقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه الكريم إلى جملة من الوصايا، وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إلى مجموعة كذلك من الوصايا. ومن الوصايا التي حث عليها القرآن الكريم التواصي بالمرحمة. وقبل التواصي بالمرحمة أمر الله سبحانه التواصي بالصبر. موضوع المرحمة نقرأ تلك القصة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: اليوم يوم المرحمة وليس يوم الملحمة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجسيد هذا المعنى في هذه العشر الفاضلة المباركة. السؤال دكتور: كيف نتواصى بالمرحمة فيما بيننا في هذه العشر وفي غيرها إن شاء الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد صالح، أبدأ من حيث انتهيتم حينما قلتم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة خرج منها ضعيفا ورجع إليها قويا. نعم. ولكن حينما اجتمع القوم أمامه ودخل فاتحا، دخل فاتحا، جمعهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ نعم. قالوا: خيرا. يعني لو لم يطمعوا فيه الخير، لو لم يعني يتيقنوا من أن قلبه عامر بالرحمة عامر بالخير، لما طلبوا ذلك. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته. يوسف الذي تعرض لكل ألوان الأذى من قبل إخوته، الأذى المادي والأذى المعنوي بجميع الصور. لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن نعيش هذه الأيام أيام مباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم يأتي بعد ذلك يوم النحر. نعم. يوم الحج الأكبر، هذا اليوم العظيم في حياة المسلمين يكون مسبوقا بيوم عظيم أيضا، وهو يوم عرفة. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التواصي بالمرحمة كما قال ربنا جل جلاله، يعني بدأ بقوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا شك أن صفة الصبر أو فضيلة الصبر هذه صفة جميلة جليلة تجمل الإنسان في جميع المواقف. ما أجمل أن يستقبل الإنسان المؤمن حوادث الدنيا وما قدره الله عز وجل له بيقين وصبر وثقة في الله عز وجل. ما أجمل أن يقول الإنسان وهو يتلقى تلك المصائب وتلك الهموم بقوله تعالى، أو كما قال القرآن الكريم: إن لله وإنا إليه راجعون. لذلك ربنا قال: وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون.
ما أجمل أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، فينسجم مع القضاء والقدر، علما بأن ما قدره الله عز وجل لا يمكن النجاة منه، كما قال الإمام الشافعي وقال ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ثم وعد الله عز وجل الصابرين بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يحضرني الآن ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما سئل بجملة أسئلة بصيغة وصيغة التفضيل، سئل عن واجب وسئل عن أوجب، نعم. وسئل عن صعب وأصعب وإلى آخره، فقال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. بعد ذلك رب سبحانه قال وتواصوا بالمرحمة. نأتي الآن إلى موضوع الرحمة. الرحمة مطلوبة في جميع أيام العام، بل في جميع أيام الحياة. لماذا؟ لأن الرحمة بها نجمل حياتنا، فإذا كانت حاضرة معنا وإذا كانت مرافقة لنا نشعر بلذة الحياة وبسر الوجود. أما إذا افتقدنا هذه الرحمة أو افتقدنا معنى من معاني الرحمة تضيق الدنيا أمامنا وتسود الحياة أمام أعيننا ونفقد سر الحياة ونفقد سر الوجود. لذلك رب سبحانه أمرنا بقوله وتواصوا بالمرحمة، وهذا أمر مطلوب أكثر خاصة في هذه الأيام المباركات. ومن صور التواصي بالمرحمة وهي صور عديدة أذكر على سبيل المثال. نعم. الصورة الأولى صلة الأرحام التي أمرنا في آي القرآن وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصلها. هذه رقم واحد، لأنه جمال العيد إذا غابت وبهجته يعني تتحقق مع صلة الأرحام. تصور معي أن يا أخي محمد صالح أن أناسا ذبحوا الأضاحي وكل واحد واش ذبح وما شاء الله واللباس الجديد والدنيا زاهية ما شاء الله، ولكن ما كانش أرحام، قطيعة. يعني هل يعني تكتمل فرحة العيد وسعادة العيد إذا قطعت أرحامنا؟ الجواب لا. كيف تكتمل فرحتنا إذا عشنا أيام العيد وبعض أهلينا خاصة من كبار السن يعني يعيشون في دور العجزة وفي دور الرحمة؟ بل كيف تكتمل فرحة العيد إذا وقع الطلاق في الأسرة، يعني وتشتتت الأسرة، الزوج في جهة والزوجة في جهة والأولاد مشردين ضيعين، يعني يقينا لا يشعرون بسعادة العيد، بل نفقد للعيد جماله بقطع الأرحام وبالمشاحنات وألوان النزاعات. إذن الصورة الأولى صلة الأرحام. الصورة الثانية للتواصي بالمرحمة هي التسامح والتغافر. هذه صورة جلية من صور التواصي بالمرحمة التي أمرنا بها في آي القرآن، أليس كذلك؟ نعم. الصورة الثالثة هي الاهتمام بالفقراء والمساكين، يعني رعاية الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. الإنسان ما يلزمش يكون يفكر بتفكير أنانيا، يفكر في ذاته وفي أسرته الصغيرة وفقط، وينسى المسلمين الآخرين الذين ربما الآن يعيشون في حرج شديد وفي ضيق شديد. ما كانش أضحية العيد، ما كانش لباس العيد للصغار، لباس الجديد ما كانش إلى آخره. فهؤلاء الذين يفقدون ربما أدنى يعني مقومات الحياة في هذه الأيام المباركات، لابد أن يتحقق التكافل الاجتماعي. والتكافل الاجتماعي
من الآيات الدالة عليه قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحديث ذكرناه في لقائنا السابق حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إلى الله، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال وسئل عن أحب الأعمال إلى الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سرور أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. إذن التكافل الاجتماعي هذه صورة من صور التواصي بالمرحمة. وكذلك الأمر الآخر وهو مهم جدا، وهو تحقيق التزاور بين أفراد العائلة. هذه إضافة إلى صلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ التزاور والتغافر داخل المساجد والتغافر خارج بيوت الله عز وجل. وأكدوا على هذا المعنى. نعم. بعض المساجد الله يبارك بمجرد ما تنتهي يعني بعد نهاية الصلاة والخطبتين يعني الجميع يسلم على الجميع، يتغافر الجميع. وربما في بعض الأماكن ما كانش هذا الشيء، ظاهرة سلبية. نعم. كل واحد يخرج يسلم على من يعرف فقط. يعني قال: عرفت خويا محمد صالح نسلم عليه، تعرف نسلم عليا، الآخرين ما نسلموش. هذا خطأ، ده خلل. نحن مسلمون، وربنا قال في آية القرآن: إنما المؤمنون إخوة. بعد ينصرف حتى في خطبة الإمام بعض، بارك الله فيك. نعم. يعني يحضر صلاة ركعتين ثم ينصرف ويحكم الجهاز النقال ويبدأ يتصل وإلى آخره. ومن صور المرحمة أؤكد على هذا أننا لا نعتمد على التواصل التكنولوجي فقط، بمعنى هذيك صح عيدك نتاع لي ميساج نتاع الرسائل القصيرة، يعني يرفد صح عيدك ويرميه كاع للناس ويبعثوا كاع للناس. بالنسبة إليه حقق صلة الرحم أو التزاور، هذا لا يصح. هذه بعض صور التواصي بالمرحمة. شكرا دكتور سعيد، بارك الله فيك. إذن في استقبال المكالمات، هل من مكالمة نادية؟ نعم. هل معنا اتصالات؟ نعم. إذا نذكر بالأرقام الهاتفية: 021 39 42 42 أو 021 39 43 43، والأرقام تظهر لكم. إلى سؤال الوارد إلى البرنامج، الأخ أحمد من ولاية المدية: دكتور سعيد سأل عن حكم تأخير الذبح إلى يوم الجمعة، قال نظرا للظروف العائلية وغيرها، هل له أن يؤخر نسكه وذبيحته لليوم الموالي؟ نعم. قال ربنا في القرآن الكريم في سورة الأنعام في الآيتين 162 163: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك معناه هنا هو الذبح. ويشرع الذبح إما في يوم العيد، يوم النحر، بعد كما يعرف الجميع، هذا الأمر أصبح معلوما الآن، بعد أن يذبح الإمام، يعني بعد أن يضحي الإمام. وطبعا دائما الناس تسأل يقول لك لا ندري، يعني مدة قصيرة تنتظر، بعد 30 أو 40 دقيقة هكذا بعد الصلاة، يعني يفترض أن الإمام قد وصل إلى بيته ليؤدي ما عليه في هذا اليوم المبارك، ثم المسلمون يذبحون. طبعا إذن الأضحية تشرع بعد، وينال صاحبها أجرها مع أهله في هذا اليوم المبارك بعد صلاة العيد هكذا. طيب، وكذلك يجوز تأخيرها لظروف معينة كما قال الأخ أحمد من الندية، ظروف الإقامة، ربما طبعا عنده عمل وكذا ويسافر وإلى آخره، ممكن يذبح في يوم الخميس مثل يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر، يوم الخميس يوم العيد الأضحى المبارك. إذا ما قدرش هذاك النهار لظروف معينة ممكن يأخرها إلى يوم الجمعة، اليوم الثاني من أيام العيد. نعم. ممكن يأخرها إلى يوم السبت، اليوم الثالث، وفي ذلك يعني ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أيام التشريق ذبح، يعني يجوز فيها الذبح وتجزئ عن صاحبها وعن أهله. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. نعم. بارك الله فيك دكتور. معنا أم عمر من البليدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا أخي، عندي بعض الأسئلة نسألك. تفضلي يا سيدة أم عمر. عندي درنا واحد الدوموند تاع الكونتور تاع الغاز، ومن بعد كيركبوا لنا حنا نخلصوا الفاتوره، قالوا لنا باللي إلا تحبي تخلصيها دركا تخلصي 1,10,000، وإذا تحبي تخلصيها نقولوا بالعقل تخلصي صافي مع كل فاتوره كل شهر تخلصي 200 و2000.
ومن بعد كي عاد تجينا الفاتوره عاد تجينا 200 و 4000. صافي اسكو صافي هاد 2000 زياده تعتبر ربا ولا ما فهمش يعني، وعلى زادوها لنا في السومه يعني تاع الكونتور. مفهوم السؤال اخي؟ ماشي مفهوم يا الحاجة. انتم ركبوا لكم عداد تاع الغاز. انا نعم. كي ركبوا لكم العداد وشحال قالوا لكم تدفعوا كاش في الأول؟ قالوا لنا تدفعوا 1,010,000. 1,010,000. في الصورة الثانية وشحال تدفعوا؟ ومن بعد قالوا لنا صافي واللي حب يخلص نقولوا صافي على 5 خطرات، صافي كل 3 شهور صافي تخلص 200 و2000. 200 و2000. حتى يخلص الخلاص. ومن بعد كي عاد تجينا الفاتوره في الكونتور عادوا يحسبوا 200 و 4000 ماشي 200 و2000. نعم. مفهوم السؤال؟ نعم. الآن كنت تسألي على هذه الزيادات. على الزيادات. هل استوضحتي من المصلحة نتاع سونا الغاز هذه الزيادات لماذا؟ ما قالوا لناش عليه. إذا تستوضحين منهم حتى تفهمي لماذا هذه الزيادات. احنا هما العمال اللي قالوا لنا صافي تدفعوا 200 و2000 بيخدموا تما. نعم. سؤال عندي اتضح سؤال شيء؟ واحد اخر. فقط الزيادة فقط، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية. لما يدفع كاش خلاف ما يدفع على أقساط نعم. ودفعات. نعم. لا ما قالوا لنا صافي لا تدفعي كاش صافي 1,010,000 ولا تدفعي بالتقسيط صافي 1,040,000. قالوا لنا 200 و2000. ومن بعد كي جات الفاتوره صافي اللي بغينا 2000 هذيك الزايده. نعم. واضح. فهمت السؤال؟ واضح إن شاء الله. واضح. وعندي سؤال ثاني واحد اخر. عندي كان وليدي يخدم عنده واحد مولا مزرعه، لقاو لماس تاع ماس في الحشيش. نعم. ومن بعد مول المزرعه صافي لقاهم وحوس على مالهم، قال لك باللي صافي الناس اللي كانوا يجوا من برا يشروا الجناين. قال لك صافي كانوا يشروا الجناين ومن بعد باش يرجعوا باش يامنوا رواحتهم صافي كي وين يشروا يخافوا هكا سراقين ولا. ومن بعد كي هادو ولاو راحوا لبلادهم خلاوهم في الحشيش. صافي قال لك حوسوا على مالهم. هذا مول الجنان يخدم عند وليدي، حوس عليهم قال لك ما كان صافي ما ولاوش صافي. ومن بعد هو عطا واحد سكين لوليدي تاع ذبيحه هذوك الكبار. صافي وليدي جابوه هو الدواقي زوج هكذاك. صافي ما فاتش صافي هذوك هذا السكين واش نديروا به؟ صافي كيفاش نديروا به؟ صافي اسكو صافي نخليه عندي ولا صافي واش ندير به؟ هي عندها المده نتاع تقريبا العامين. واضح يا أم عمر. واضح السؤال. شكرا بارك الله فيك. وعندي ثاني سؤال واحد اخر باختصار لأن فيه مكالمات بعدك يا أم عمر. معليش اسمح لي على كل حال. نعم. المهم ادعوا لنا صافي راني انا شويه كبيره في العمر راني نحفظ في القران. ادعوا لنا ان شاء الله ربي يوفقني بان نكمل يعني نحفظ القران كامل نخدمه ان شاء الله يا ربي يوفقك الله عز وجل. شكرا. ان شاء الله. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. في امان الله. شكرا. معنا فريده من فرنسا تفضلي. الاخت فريده. نعم. فريده من فرنسا. نعم. رجاء من الإخوة الاختصار في مكالماتهم حتى لا نفقد التواصل مع إخواننا الذين يكونون بعدهم وانتظار الدور. الاختصار في السؤال وفي طرحه إن شاء الله حتى نوفر لإخواننا أيضا التواصل معنا. من ولاية شلف نعيمة. السلام عليكم. نعيمة. السلام عليكم ورحمة الله. بغيت نسقسي شيخ. تفضلي يا نعيمة. أنا عندي الزوج تاعي. نعم. ما عرفتش كيفاش نتصرف معاه. حبيت الشيخ ينصحني نصيحة. في ماذا ينصحك؟ الزوج تاعي يهدر في الدار، يهدر مع النساء، يهدر مع النساء، ما يقفناش، ما يصرفش علينا. نعم. ما عرفتش كيف ندير نتصرف معاه، ما عرفتش كيف ندير نتصرف. نعم. إن شاء الله يكون يسمع فينا إن شاء الله. إن شاء الله يكون هذا الزوج يسمع فينا. إن شاء الله يا رب. شكرا يا نعيمة. بسلامة. شكرا جزيلا. من مليانة الحاجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا الحاجة. الله يسلمك. بغيت نسقسي في الشيخ. عندي وليدي متفاتر مع باباه هكا وكاع كيما ويطيح له ويواسي وكاع. كيف نديرو في العيد هكا؟ العيد كيف نديرو معاه في العيد وزوجته؟ شغل فاتن بزاف ويطيح لنا ويطيح لوالديه ويطيح كاع. متزوج هذا الولد؟ ايه متزوج. نعم.
واش مسبب الخلاف؟ ادعي له ودعوا له ان شاء الله ربي. علاه يتخالف مع باباه؟ علاه يقع في هذه الخصومه؟ لماذا؟ مشيتو يا هكا سب حاجه واش عليا وقاعدين من باقي بدا يفاتن ويسب ويحلو. لماذا الحاجه؟ حاجه بسيطه، حاجه هكا يختلفوا على كاش امور ولا على هكا. ما نقدرش نحكي كلش في الاخر، تعطيني الاخر نتصل به في الداخل ما نعرفش نكتب هكا نقولوا. واضح ان شاء الله. الله يصلح بيناتهم ان شاء الله. ان شاء الله. ويجعل الابن في طوع باباه ان شاء الله. نصيحه للاولاد مع والديهم، نصيحه لبنات الاولاد كامل. جميعا ان شاء الله. ايوه ربي يجازيك. شكرا الحاجه. الى معمر من بومرداس. نعم. نعم. حبيت نسال سؤال وممكن توضحوا لي. تفضل. انا درت غلطه وصمت شهرين متتاليين. الشهر الاول مع واحد الامام شفناه وليدي قال له يحبس ما يزيدش يصلي، ما يزيدش يصوم شهر واحد يكفيه. حبيت نشوف واش هذا الامام عنده الحق ولا ما عندوش. وانا مشيت عليه صمت شهر كامل، والشهر اللي راح نبدا فيه وليدي قال لي الامام فلان قال لك ما تزيدش تصوم، بركات هذا يكفي، يعني بينك وبين ربي راه لاباس الحال. انا حبيت نغلط نسجل من الغلطات تاعي. سي معمر الله يحفظك، هذا نعم. الخطأ اللي وقعت فيه ما هو؟ انتهكت حرمة رمضان أو ماذا؟ بماذا انتهكتها؟ بالأكل أو بماذا؟ يعني في نهار رمضان أكلت متعمد؟ صمت شهر وإمام قال لك لا ما تصومش. قال لي بركات ما تزيدش تصوم. نعم. نعم. واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ معمر من بومرداس. إذا نواصل الإجابة على الأسئلة. أحمد من ولاية المدية يسأل عن حكم الدفن ليلا. دكتور سعيد، الدفن ليلا، حكم الدفن ليلا. نعم أخي أحمد، يجوز دفن الميت ليلا بلا حرمة ولا كراهة. هذا واش نقول لك بالمختصر المفيد. ممن قال بهذا الرأي كان سعيد بن المسيب والقاضي شريح والإمام الشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة الأعلام. ومن الأدلة الأخرى أن بعض الصحابة دفنوا ليلا. نعم. الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق دفن ليلا. أبو بكر الصديق تم دفنه ليلا. إذن هذا أمر جائز، يجوز دفن الميت ليلا لظروف معينة. هو مليح واحد يدفنه في النهار، يعني الليل والنهار للأحياء دكتور. لأن الميت ليس له ليل ولا نهار. بارك الله فيك. هو في عالم غير عالم خلاص، يعني هو إكرام الميت دفنه والإسراع به، الإسراع بذلك. فبالتالي إذا كان يدفن في النهار يكون أحسن، مادام الناس موجودين، عدد أكبر من الناس يكونوا حاضرين إلى آخره. والدفن بالنهار لا يسبب الحرج للناس. وإذا أخروه للنهار يعني هذا أمر أيضا جائز، ولكن الأولى الإسراع. الأولى الإسراع. وحنا عندنا طبعا عادات في هذا الباب. نعم. عندنا عادات وين يخليه، وكان يخلي يومين 3 أيام 4 أيام. نعم. يعني خاصة نعم. في أيام الصيف. وهذا أمر في الحقيقة مخالفة واضحة، يعني مخالفة واضحة إلا عند الضرورة القصوى. ولكن إذن الدفن بالليل أمر جائز بلا كراهة ولا حرمة يا أخي أحمد. نعم. بارك الله فيك. فضيلة من تلمسان. السلام عليكم سيدة فضيلة. نعم. السلام عليكم سيدة فضيلة. إذا تسمعيني سيدة فضيلة تفضلي، فأنت على المباشر. نعم. الموضوع تاع الحصة اللي جاية اليوم تاع صلة الرحم. لا، التواصي بالمرحمة، ومن صورها صلة الأرحام. من المرحمة التواصي بصلة الأرحام. عندي خويا مقاطعني. ارفعي صوتك الحاجة الله يحفظك. عندي خويا. تفضلي يا فضيلة تفضلي. خويا مقاطعني ظل له عامين ما يحبش يتواصل معنا، وتهمنا بحوايج مو فينا. سبب المقاطعة، علاش مقاطعك هذا الأخ؟ قهاك حوايج قهاك ما حاجة باينة تاع. واضح إن شاء الله. سؤال واضح إن شاء الله. شهرزاد من العاصمة تفضلي.
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا عندي سؤال على جال الأضحية تاع العيد. نعم تفضلي. حنا 4 أخواتات حبينا نتشاركوا ونشرو كبش، إلا يجوز لنا هذا الأول ولا نسمو على وحدة ولا زعما كل وحدة قسمة حطت. فهمتني أستاذ؟ تشتركوا في المال، يعني تجتمعوا في المال وتشتروا. نشتركوا ونشرو كبش إن شاء الله. إن شاء الله. فيه صورة أفضل وأسلم إن شاء الله في قبول هذا النسك، يوضح لك الشيخ كيفاه تديروها إن شاء الله. نعم يعطيك الصحة أستاذ. شكرا جزيلا. مع السلامة. دكتور، إلى سائل أو السائلة عمر من البوليدة، بالنسبة لهذه الزيادات اللي موجودة في الفواتير. نعم. طرحت لك السؤال. هو أنت سألتها يا أخي محمد صالح. نعم. هل هي سألت نعم يعني العاملين في هذه المصلحة؟ نعم. هي أنت حتى الفاتورة فيها تفصيل. نعم. نعم. على كل حال يا أختي عمر، مباشرة الهدف كل ما هو خارج في القانون، معناه وثيقة قانونية رسمية، الحرج عنك مرفوع عنك وعن غيرك. بمعنى إذا كان مصلحة سونالغاز دارت صورتين أو أكثر للدفع
دفع كاش يعني دفع جملة، يعني الدفع الكامل للمبلغ يكون ثمن معين. وإذا كان فيه طريقة ثانية أو صورة ثانية عن طريق التقسيط وكان اختلاف في المبالغ بين الصورة الأولى والثانية، وهذا أمر قانوني رسمي،